انهيار السدود وشلل بحركة المرور بسبب الأمطار الغزيرة المستمرة، بعد أن أطلقت الأرصاد تحذيرا باللون الأصفر ودعت 11 ولاية تركية لتوخي الحيطة والحذر. مدينة اسطنبول التركية تغرق بالكامل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، وكما تشاهدون الآن تشهد تركيا كارثة بعد أن حذرت هيئة الأرصاد الجوية التركية من هطول المزيد من الأمطار، حيث تسببت في انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل في المدينة. وتم إنقاذ بعض المواطنين الذين تقطعت بهم السبل في سياراتهم من قبل فرق الإنقاذ، كما تسببت في انهيارات جبلية وقطع السبل بسائق الحافلات بعدما زادت الفيضانات والسيول بسبب هطول الأمطار المستمر. وسقوط أشجار ولوحات إعلانية بسبب العواصف الرعدية. وتحاول السلطات المحلية إعادة فتح الطرقات وإصلاح شبكة صرف المياه في المدينة، حيث أدت إلى انهيار جدار استنادي على المركبات المتوقفة. وقد تم إنقاذ 4 أشخاص من إجمالي 5 أشخاص كانوا على حافلة تقل عمالا، ولا يزال الفريق المنقذ يعمل على إنقاذ الشخص المحاصر في مركبته. حيث تشهد عدة ولايات تركيا سقوط أمطار أدت لإغلاق الطرق وانهيار بعض الجسور وإيقاف حركة المرور. ودعت هيئة الأرصاد والكوارث 11 ولاية تركيا لتوخي الحيطة والحذر جراء استمرار هطول الأمطار التي خلفت أضرارا مادية كبيرة نتيجة انهيار بعض الجسور وتسرب المياه إلى المباني والمحلات والمستشفيات. وأصدرت الأرصاد اليوم تحذيرا باللون الأصفر إلى 7 ولايات جديدة، وحذرت من البرق والبرد والرياح القوية أثناء هطول الأمطار، مشيرة إلى أنه تم تسجيل حالات فيضانات في بعض المناطق بما فيها اسطنبول. ومن المتوقع أن تبقى درجات حرارة الهواء حول المعايير الموسمية في عموم تركيا، ومن المحتمل حدوث هطولات مطرية من وقت لآخر. وبالنسبة للعواصم الكبرى مثل اسطنبول وأنقرة وإسبرتا، حيث ستشهد هطول أمطار غزيرة متوقعة مما قد يؤثر على حركة المرور ويسبب اضطرابات إضافية. كما شهدت محافظة سمسون في شمال تركيا على البحر الأسود أمطار غزيرة وغمرت المياه الشواطئ، وتسببت في شلل مروري وانهيارات أرضية في الشمال التركي. تسببت في سيول وفيضانات جارفة أدت إلى جرف العديد من السيارات، وكانت مصحوبة برياح آتية وأدت تساقط الأمطار إلى الانهيارات الأرضية وتدفق مياه السيول إلى المحال التجارية والشقق السكنية والأماكن المنخفضة في المدينة. وغمرت السيول حوالي أكثر من 55 ألف منزلا وشركة في مناطق واسعة في البلاد، وتسببت باضطراب في الحركة المرورية، وشكلت برك المياه في بعض الشوارع، وتشكلت السيول الجارفة في شوارع أخرى. كما تعطلت خدمات السكك الحديدية والحافلات في بعض الخطوط، وبدأت أعمال الإخلاء في النقاط التي حدثت فيها السيول. كما ستهب رياح بقوة من 100 إلى 120 كيلومتر في الساعة، وتكون من شمال شرق الأناضول والجنوب باتجاه ولايات هاكاري وشرناق، وتساقط السلوك بغزارة في المناطق المرتفعة في شرق تركيا. su bastı. Buraya olsan su. Allahu Ekber. Yine de oynuyorlar. Motorcuya bak. Arabaların hepsi gitti. Yok tutarmak daha ileride.
Bizim orayı çözsene bak ya. Vay 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 vay. Oğlum kanalı bulacak da. وطالبت الأرصاد المواطنين بضرورة توخي الحذر من الآثار المحتملة مثل الفيضانات والبرق والانهيارات الجبلية واضطراب النقل والأماكن المنخفضة وتجمعات السيول وتشبع التربة وارتفاع منسوب الأنهار والرياح الشديدة.